حلوين، عاملين ايه؟ تعال بقى نعمل اشطوطه بقى بامكانيات من البيت وامكانيات بسيطه. معايا 3 بيضات وفانيليا، هضربهم كده بالمضرب. طبعا المضرب ايه باظ، مش عايزه اقول لكم بقى، ضربت بايديا. معايا كوبايه الا ربع سكر بودره، هنزل بيها معلقه معلقه لغايه ما تخلص. وبعد كده هنزل بكوبايه دقيق واحده برضو، حط عليها كيس بيكنج باودر ونخلاها لغايه ايه ما تخلص كوبايه الدقيق دي واضربها. شايفين بقت عامله زي الكريمه وحلوه قوي وناعمه كده، يعني بجد تحفه. حطيتها في الصينيه هنا، دهنه الصينيه ماده دهنيه، وهدخلها الفرن. هتاخد بالظبط حوالي ربع ساعه او تلت ساعه. على بال بقى ما تطلع هنشوف بقى هنعمل ايه. شايفين بقى بجد تحفه، يعني هي حتى الناعمه كده معايا طبعا هنا كوبايه كريم شانتيه، وهنزل عليه بكوبايه لبن، بنص كوبايه لبن او نص كوبايه ميه ساقعه. هضربه في كده واحط عليهم عندي كام معلقه قشطه، حطيتهم برده وضربته. هنا نزلت بكوبايه سكر هعمل كراميل، ونزلت بحته قطعه زبده كده كبيره. وبعد كده هنزل بكوبايه لبن. طبعا انتوا هتشوفوا اللي هيحصل بقى هنا. ده نزل على البوتاجاز بقى، مش قادره اقول لكم عمل ايه، يعني بوم بوم كده، فوم جامد جدا. يعني وسعوا الحاجه اللي انتوا هتعملوا فيها الصوص ده عشان طبعا بعد ما طلعت كده وهي سخنه زقيتها كوبايتين لبن وغطيتها وسبتها كده حوالي ربع ساعه قبل ما تبقى طريه. هنا هنزل بقى بالكريمه، وبعد ما هنزل هنا بالكريمه هنزل بالكراميل. نزلت بقى بكميه كراميل كده جامده، وبعدين حطيت كريمه تاني. وبعدين بقى فعلا طلعت، بصوا مش قادره اقول لكم، فعلا اشطوطه اشطوطه، يعني خطيره وجميله جدا، خطيره قوي، دايبه كده وناعمه.